من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم الأخبار اليومية التي نقوم بربطها على القناة. كشفت تقارير صحفية أن المصري حسام البدري المدرب السابق لمنتخب الفراعنة والنادي الأهلي قد قدم مسيرته الذاتية لإدارة الوداد الرياضي للإشراف على تدريب الفريق الأحمر خلفا للتونسي المهدي النفطي الذي باتت أيامه معدودة بمركب بن جلون. وذكرت ذات المصادر أن حسام البدري يرغب في خوض تجربة تدريبية جديدة في البطولة المغربية، كما يرغب في قيادة الوداد للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ليكون اللقب الثاني له بعدما سبق وتوج مع الأهلي باللقب القاري. وسبق حسام البدري أن أشرف على تدريب الأهلي المصري في 3 مناسبات قاده خلالها للتتويج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية والدوري المصري في 3 مرات، كما تولى تدريب المنتخب المصري الأولمبي والمريخ السوداني الذي توج معه بلقب الدوري المحلي. وفي سياق متصل تحدثت تقارير إعلامية عن اتجاه رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصري لإقالة المدرب التونسي المهدي النفطي بعد الهزيمة المذلة أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون مقابل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.